شفت يورجن كلوب بيقول إيه عن ريال مدريد؟ تعالى اضحكك واعرفك قد ايه ادارتك هي اداره خلت سمعه ان اي مدرب محترم وليه اسمه فعلا يجي يمسك ريال مدريد يقلق وما يجيش خالص. يورجن كلوب اتسال بشكل مباشر كده اهتمام ريال مدريد، قال لا الموضوع ده ماليش علاقه بيه وده ما حركش فيا اي حاجه، ما حركش فيه اي حاجه، يعني ان هو لسه في وظيفته ولسه مش عايز يرجع لمهنه التدريب من تاني والقصص الجميله دي. يعني لو انت متعشم ان اي مدرب كبير وليه تاريخ قديم كبير مع اي نادي قبل كده يجي في الجنينه اللي احنا فيها دي فتبقى طيب قوي. مفيش مدرب في الدنيا هيريسك بتاريخه وبالسي في بتاعه عشان يجي يمسك ريال مدريد اللي اللعيبه متحكمه في اوضه اللبس بتاعته وبتمشي كلامها. اللعيبه بتقول هجدد ولا مش هجدد، لو المدرب ده كمل ولا لا، ويبقى واقف وسط الناس كلها وسط الكاميرات كلها في نهائي بطوله ويقول لي تعالوا يا اللعيبه نعمل ممر شرفي، يروح جاي لاعب يقول لي يلا يلا ما حدش يعمل حاجه واللعيبه تسمع كلام اللعيب مش المدرب. عمرك ما هتلاقي شخصيه مدرب محترم يحافظ على كرامه تاريخه يقبل بالمهزله دي لحد ما تلاقي رقع بحد يستحمل عيوبك دي كلها.